اهلا بيكم في الحلقه الرابعه من سلسله التربيه مع انجي ميشيل. ازيك يا انجي؟ اهلا وسهلا علاء. طيب احنا كده وصلنا الاطفال راحوا المدرسه، فالف مبروك. عدت. انا بحس ان السنين الاولانيه دي بكل تاكيد مهما كانت التحديات مختلفه في السنين الكبيره هي السنين الاصعب. انا يعني بحس كده بعد تجربتي انا مع البنتيني انه كل ما الطفل كبر وبقى فيه قدره على المنطق وان احنا نتفاهم، انا الموضوع بالنسبه لي بقى اسهل من السنين الاولانيه. انتي بتحسي ايه بالنسبه لك؟ كل ما الاساس بيبقى متظبط كل ما الفروتس هتبقى اكتر. اوكي. بس التعامل وايز انتي كأم يعني بتحسي التعامل لما كبروا اسهل ولا هم صغيرين اسهل؟ لا بصراحه طبعا في حوار وفي تواصل احسن، فانا معاك. بس كمان مش عايزه بقى اني انسى ان احنا داخلين على مرحله صعبه. طبعا انا بقول لك تحديات اكبر، بس انا بحس طول ما قادرين نتفاهم يعني. بس الإحباط فيها لينا كأهل أعلى من المرحلة قبلها، لأنك بتبدأ تحس إن بقى في عند وبقى في إصرار وبقى في كذب وبقى في لف ودوران وبقى في قلة تقدير. أنت ابتديت تشوف حاجات بتستفزك، كوباية المية اللي كانت بتتكسر ما كانت تسيبها تتكسر. لكن دلوقتي إن أنا كرامتي تتكسر أو إن يترد علي بقلة أدب أو يتقال لي إن أنا أم وحشة أو إنه كل الأمهات التانية أحسن منك. اوكي. داخلين بقى في مرحله فيها صعوبه. طيب احنا دلوقتي عندنا الاطفال رايحين المدرسه، بيقضوا جزء محترم من اليوم. احنا بنتكلم على الاطفال من 6 لحد 12. بيقضوا جزء محترم جدا من اليوم بعيد عننا. في اشخاص اخرين بيساهموا في التربيه، مدرسه، مدرس، بيروح يزور اصحابه، فالاب والام بتوع اصحابه كمان مشاركين معانا في الموضوع. ففي كميه ناس دخلت بقى في الحكايه. هو انا بستهدف ايه من 6 ل 12 عشان نحطه كهدف الاول بعدين ننزل في التفاصيل؟ بص بقى، قبل يعني هنخلص 6 ل 12 وهندخل على مرحله اسمها جني الثمار. اوكي. اللي هي بعد 12. حلو. فانت في اخر مرحله بتحط فيها اساس قوي جدا في الشخصيه. المرحله دي يا اما شخص واثق من نفسه، عنده احساس بالثقه، عارف ان هو شاطر في حاجات، ده انا رسمي حلو، ده انا هزاري لطيف، ده انا شخص كايند، ده عنده معلومات عن نفسه. يا اما شخص حاسس بالانفيريوريتي اللي هي بقى احساس النقص. بص، اغلب الناس اللي انا بقعد معاهم بيبقى عندهم حاجه من الاربعه بقى اللي تحت: قله امان، خزي، ذنب، نقص. اللي هم تعالوا بقى نقولهم بالبوزيتيف: امان، استقلال، مبادره، ثقه بالنفس. طيب نساعد ازاي؟ تعالي ناخد الاربع حاجات دول وندي كده بس امثله سريعه للاب والام يعرفوا انت عشان تعرف تعالج ايه. طالما انت عايز تعالج المشكله تبقى عارف هي جايه منين. فانا لو حاسس بالخزي من 6 ل 12 هيطلع الكلام ده في صوره ايه؟ لو انت قصدك لو الحاجات دي كانت بايظه من الاول هتطلع معايا شكلها عامله ازاي دلوقتي؟ تخيل بقى واحد حاسس ان هو وحش طول الوقت. اوكي. قاعد في اوضته، مش عايز ينزل، مش عايز يتعرف على اصحاب. ده خزي. حلو. عدم امان. خايف ياخد اي مبادره، مش عايز يروح يغير مدرسته، مش عايز يتعرف على ناس جديده، قاعد جنبك. حلو. عنيف في ردود. خلي بالك احنا عندنا شكل خادع جدا للحاجات دي. اوكي. للادب، وبيروح يصاحب عيال كتير وبيصاحب عيال من الشارع. يعني مش لازم تاخد الشكل اللي هو الواضح ده ان انا عندي خزي. لا، ده انا ممكن الخزي ده يتحول لتفوق علمي رهيب. فهي ديسيفينج شويه. انه احنا في كتاب جميل قوي اسمه الضعفاء والاقوياء. بيقول لك ان الضعفاء والاقوياء دول في الاخر كلهم ناس، هم نفس الناس. بس عارف مثلا النارسست محتاج ايه؟ دايما الناس تتكلم عنه، عايز كريدت. ما هو حاسس ان هو وحش. اوكي. فاللي ما عندوش ثقه بنفسه خالص باين عليه الضعف. انا ما عنديش ثقه بنفسي، قول لي لا انا عملت كويس النهارده، الله يخليك طمني. او انا بقى متاكده ان وجودي النهارده معاك هيودي ايه ده. الاتنين واحد. اللي اتكلمت في الاول واتكلمت في التاني هي نفس الشخصيه. شخصيه حاسه بعدم امان، شخصيه حاسه بالخزي، شخصيه حاسه انها ولا حاجه. فعايزه اقول ما ننخدعش، ساعات الجبروت وقله الادب بيبقى وراه خزي عادي جدا. طيب انا ازاي بقى هطلع؟ قلنا تاني عشان ال 6 ل 12 سنه انا عايز اطلع شخص واثق عنده احساس بالامان. انا هعمل ايه بقى في ال6 سنين دول بعد ما بنيت ال6 الاولانيين؟ حلو. هبدا اعمل ايه هنا النهارده؟ من 6 ل 12 ده وقت بقى انت اولا بديت تربي. من 3 ل 6 انت كنت عمال تربي، فالمفروض انت بتربي صح. من 6 ل 12 التربيه هتفرق قوي قوي بقى في الكرامه.
اوكي. يعني انا من 3 ل 6 انا ما اعرفش العيال كلها بتتربى ازاي. من 6 ل 12 انا بروح المدرسه واشوف مامه الولد ده بتتعامل معاه ازاي، واللانش ابتديت ادرك. وبعدين في حاجه ممكن نكون ما قلناهاش، من 3 ل 6 اهميه الاصحاب بتدخل في الوقت ده. اوكي. لكن من 6 ل 12 هي مين لي اصحاب. انا بحتاج بيتي يكمل لي اللي اصحابي بيقولوه. فلو اصحابي شايفين ان انا وحش وعيلتي شايفين ان انا وحش، دي هتبقى حاجه كبيره. ولو اصحابي شافوا ان انا حلو واهلي كانوا شايفين ان انا وحش، انا هندلق خالص مع اصحابي. ولو انا اهلي كبروني على ان انا ما فيش زي 2 واصحابي مش شايفين ان انا في عادي زي ناس كتيره، فانا هروح في حته سيئه قوي برضو. انه مفيش، انا عايز بس ابقى مع ماما وبابا اللي بيشوفوا قد ايه انا جميل، دول الامان بس بتوعي. اوكي. اتفضل. انا كنت اقول لك وانا هتعامل ازاي مع الناس الجديده اللي دخلت معانا دي. كنا لسه بنقول انا المدرس والاصحاب دخلوا، انا ازاي بقى هبدا اتعامل بتاثير الاصحاب والصغيرين، اصحاب صغيرين وابهاتهم والمدرسين. هتعامل ازاي مع تاثيرهم عليا؟ انا مسؤول قوي ولادي بيروحوا فين وبيجوا منين. انا مسؤول قوي عن معامله المدرس مع ابني اللي هزقه واحرجه، واللي انا بعت له ايميل وقلت له على فكره كيفن وسلمى مش بيجوا بالطريقه دي، وان انا خايفه اكون فاهم حضرتك غلط، هكون مؤدب، انا مش هروح ابلطك في المدرسه. انا خايفه اكون فاهمه حضرتك غلط، وحضرتك فعلا قلت لها ان انت يعني مش زي اختك خالص وسط الكلاس، زي اختك اشطر وزي فانا هنا بقى ظهرهم. هناخد موقف وهعلم عيالي بقى، ودي حاجه مهمه جدا. من 6 ل 12 هعلم عيالي ياخدوا مواقف ازاي. اوكي. هقعد مع عيالي وهفلتر معاهم اللي اتقال لهم. الاسبوع اللي فات خلصت معاك ورحت انا وإيلينا اشترينا جزمه، لفينا في المول محلات كتيره، وفي الاخر هي اختارت واحده ظريفه رجعنا بيها. تاني يوم في المدرسه صاحبها بيقول لها على فكره الشوز اللي انتي لابساها دي يعني مش زي البراندز، يعني مش اعلى البراندز. اوكي. فرجعت قالت لي ماما هي الشوز دي مش من اعلى البراندز. فقلت لها مين قالت لي كده؟ قالت لي فلان، مش عايزه اقول اسمه دلوقتي مع ان انا زعلانه. قال لها جو اواي، انت بتلبسي شوزات مش غاليه، لان هو على طول بيلبس براندز خطيره ورهيبه. فدي من ضمن البراندز اللي نص نص. فقلت لها باي ذا واي الجزمه اللي انت كنتي لابساها قبل دي كانت ارخص من اللي احنا جايبينها، وهي واحده من البراندز اللي هو قال لها عليها انها جامده جدا. فصحيح اللي هو قاله مش غلط، هي فعلا البراند اللي احنا جبناه ممكن يكون في براندز كتيره اعلى منه. لكن انا هنا دوري هنا بقى بنتي اما هيبقى عندها ثقه بالنفس، اما هيبقى عندها inferiority اللي هي نقص. انا مش لابسه جزمه غاليه، انا اصلا انا بحس بدي بقى امبارح تقول لي اصل على فكره القديمه بتجريني اسرع. اي كلام بقى بنقول اي حاجه عشان نبرر ان احنا نسيب دي يعني. بالظبط. وبدي تبص لدي بطريقه شطارتي بقى انا كأب وام نعمل ايه. حتى جورج عمال يقولها في عيد ميلادك مش عارفه ايه، فخدت بقى على جنب قلت له جورج على فكره ده إلينا حصل معاها كذا كذا. هو كان عارف، قال لي طبعا احنا مش هنروح لدي بسرعه كده. فلازم يبقى في بقى هنا كمان اتكلمنا على حته الفاليديشن. انا وباباها مش مثلا باباها شايف انه بنت جورج فؤاد تلبس احسن جزمه في المدرسه، او ليه احرم البنت؟ ما انا عايز البنت ما تبقاش قيمتها. فلو انا وهو متفقين والحمد لله في مواقف زي كده، لما يبقى نقول ان احنا الاثنين وان تيم، احنا مش عايزين عيالنا يبقوا شالو، مش عايزين عيالنا يبقوا بيحكموا على قيمتهم او بيطمنوا على قيمتهم. الحته دي مهمه قوي. يعني من 6 ل 12 العيال ابتدت تفهم بتقارن احنا ساكنين فين. هو ده الطبيعي، احنا بنقارن. واحنا ليه مش عندنا بول، واحنا ليه مش عندنا عجله، واحنا ليه مش عندنا عربيه. فبيبدا المقارنات تزيد والانفيريوريتي تزيد. فبتتكون لنا هنا عقده هنكمل بيها بقى طول حياتنا. اوكي. اللي هي عقده انا قيمتي. هو بيدور على قيمته مبدئيا، يعني من 6 ل 12 عمال يدور على قيمته. اوكي. قيمته في شعره، لا انا شعري وحش قوي، انا عايز احرق شعري ده واعمله من اول جديد. قيمتك في ايه؟ هو هيدور وهيلاقي الاجابه. فانا كأب وام لو انا بقى مش سوي وانا كمان قيمتي في العربيه وقيمتي في الذهب ورا بقى الحاجات دي كلها وهنقعد نشتري يلا بقى مش هنخلص. فانت هتزود له على فكره الانفيريوريتي. اوكي. طب وانا المفروض اعمل ايه؟ طب ما هو برضو العيال بتقارن بعضها، عيال يعني في الاخر بتقارن الشكل، بتقارن المظهر، واحنا رحنا المدرسه في حسب بقى احنا فين وفي انهي بلد وفي انهي مجتمع. بس في الاخر حتى في قلب نفس المدرسه هتلاقي فيه طبقات اجتماعيه مختلفه، ماديه يعني اقصد طبقات ماديه مختلفه. فكل واحد هيصرف على عياله بالشكل اللي هو شايفه مناسب. وانا ازاي هقدر اواجه الموضوع ده؟ شطارتنا ان احنا ناكد على المبدا. هو انا يعني مش عيب ان انا اجيب لعيالي حاجات غاليه، بس المبدا اكون انا عايش وانا كمان كأب وام. اوكي. فعادي انها تلاقيني بجيب من حاجه قطعه عجبتني من محل غالي عادي او غالي. انا بختار القطعه اللي تعجبني. اوكي. ولا
هي شايفاني بقى بكلم اختي وبقول لها هموت على الشنطه دي مش عارفه، بعدين هيجي تقول لي ماما ليه مثلا الشنطه دي، فاقول لها انت عارفه الشنطه دي بكام؟ الشنطه دي خلي بالك من الشنطه، حطي الشنطه البنت دي بتتعلم ايه؟ على فكره الموضوع ده مش بس بالمشتريات، الموضوع كمان ليه علاقه قوي بالجسم. اوكي. فبنتي طول الوقت لاقياني متضايقه قوي ان انا كبرت، انا عايزه ارفع دي، انا عايزه اطلع دي، انا عايزه انزل دي. على فكره العيال بتسمع من 6 ل 12، هي بتحاول تعرف فين مقاييس الجمال، هو بيحاول يعرف فين ايه هي الرجوله. اوكي. فانا عماله اقول متضايقه قوي ان انا يعني جسمي انا مهم قوي، ببقى حلو انت بتلعب رياضه بس بتلعبها بس عشان شكلك ولا عشان صحتك. انه هموت على العربيه دي انت عارف يا ادم دي اجمد عربيه، انت عارف انه جده كان اول واحد يجيب مرسيدس في الشارع بتاعنا في الناحيه الغربيه. انت عمال تعلم تقول ايه لعيالك من 6 ل 12، ايه القصص اللي بتقولها لهم انه مين هو الناجح. واحده من الحاجات المهمه قوي العيال بتتعلم ايه هي القيم والمبادئ وتعريفاتها. النقطه دي مهمه جدا، يعني اللي بيسمعنا يرجع تاني كده يبوز ويسيب اللي في ايده ويركز في الحته دي. تعريف القيم. أوكي. يعني قيمه النجاح ايه هي؟ الطفل بيبدا من 6 ل 12 يحط بناء على اللي اتعلمه ايه هي القيمه. اوكي. قيمه ايه هي السعاده. اتكلمنا انا وانت في الحلقه الثانيه على الحته دي، انا عايزه عيالي يبقوا سعداء. طب ايه هي السعاده؟ اختيارات جيده ولا بابا قاعد بيشرب طول الوقت وبيضر صحته ومات بدري عادي يعني. أوكي. هي دي السعاده، انك انت تعمل اللي انت عايزه، مش مهم ده هيحصل فيه ايه هو الصيام، ايه هي العلاقه مع ربنا، ايه هي المحبه، ايه هو العطاء. اوكي. فالحاجات دي بقى انت بتقعد ومن غير ما تقصد، يا ريتك تقصد تقعد معاهم وتقول لهم تصرفاتك هو بياخد الاستنتاجات. فمن 6 ل 12 قاعد يفهم ايه هو النجاح، ايه هي القيمه، ايه مين الشاطر، مين الخايب، مين المحبوب، مين اللي مش محبوب، وبيطلع بكونكلوجنز مش هيقولها لك بس انت هتشوف نتائجها ما بعد ذلك. بالظبط. طيب فقره مهمه جدا من 6 ل 12 يعني يمكن من 6 ل 8 دي لسه بدايات المدرسه، سنين سهله بسيطه، ولكن 10 11 12 لا يعني المدرسه بتبقى صعبه شويه، محتاجه مذاكره. وفي احنا طالعين كلنا من ثقافات المذاكره فيها حاجه مهمه. انا لحد فين حاجه مهمه، وانا ايه ردود افعالي ناحيه نتائج مش كويسه في المدرسه، الزن والضغط على التعليم والامتحانات والحاجات دي. انا هروح لحد فين كأب؟ فين الحته الصح يعني؟ مهمه قوي. دايما لما انت بتسالني اسئله ببقى عايزه اجاوب على سؤال كبير او افكر كل اللي بيسمعونا بحاجه قلناها في ال3 حلقات اللي فاتوا، انه انا موجود ليه؟ انا عايزه اطلع اشخاص اسوياء ولا انت عايز تطلع اينشتاين وزويل ويعقوب؟ طب هو عيب؟ لا مش عيب. طيب بس لو انت حاطط بس الهدف الشهرة الهدف زي بالظبط مسلسل بالطو، خلينا نرجع له. هو الاب كل اللي في باله من ولد صغير بيلبسوا النضاره في كاستيوم دي يلبسوا لبس الدكتور، مش سوبر مان طبيب. بالظبط. لو انت عايز ده غالبا انت مش هتعمل حاجه غير يهتم بدراسته. حلو. بس ايه مشاعر الولد ناحيه ابوه؟ طب ايه شخصيه الولد؟ طلع شخص مهزوز جدا، انسحابي جدا، ما بيحبش اللي هو بيعمله. هو في ناس بتطلع علماء وبيبقوا شخصياتهم كويسه برضه. جميل. جميل. انت جاوبت. شخصيه جميله يعني. انت بتقول وشخصيه جميله. الشخصيه دي ما بتطلعش فجاه، الشخصيه دي بتطلع من شخص حاسس بالامان. قادر يرفع ايده على فكره. مجدي يعقوب كان قادر وسط الناس اكيد يرفع ايده في الكلاس ويقول انا بسال ويجاوب. جاب الثقه دي منين؟ انا اي ثينك توقعي انه الناس دي بيبقوا بيوتهم كانت بيئة آمنة للتفوق. فانت مش دورك انك تضغطي على التفوق والمذاكرة والوقت. انت تخلقي البيئة، ولو هو او الطفلة او الطفلة دول عندهم الاستعداد العلمي الرهيب ده هو هيزدهر يعني. وعارف دوري ايه كمان؟ دوري اركز زرع وحصاد، انه انا اوفر. يعني انا ما ينفعش تبقى المدرسة بكرة فيها امتحان واكون انا الجمعة بالليل كان عندنا ضيوف، السبت بنحب نبقى طول اليوم بره، الحد انا معاك دلوقتي وبعد كده طالعه على مشاوير، وبعدين ابقى عايزه بنتي تبقى متفوقه. بنتي انا كرست عدم الاهتمام بالتعليم بتصرفاتي. بالظبط. لا ده انت ساعات بتعجز بقى. انا هتيجي بكره انت ما ذاكرتيش ليه؟ انت كان عندك سبت وحد. انا سبت وحد ايه؟ طب ما انا لما خرجت عملت ايه؟ طفله ان اردت ان تطاع اطلب المستطاع. طفله عندها 9 سنين. انا اتوقع ايه من واحده قاعده في البيت لوحدها معاها ديفايسز ومعاها حاجات؟ فانا عايزاهم يبقوا متفوقين وعايزاهم يذاكروا، اقعد معاهم واخلق البيئة وخلي الباب لما يخبط والتليفون لما يرن ما يأثرش على مذاكرتهم. انا شخص مسؤول عن مستوى اولادي في المذاكره. وعارف حاجه من الحاجات ايه كمان؟ انت مسؤول عن الزرع والحصاد، انه يعمل احسن ما عنده.
حلو. انه يقعد ويذاكر ويقعد على مكتبه ويبقى امين ويسمع لك لو حابب، لكن مش انه يجيب. انا دايما اقول لإلينا انت ذاكري دلوقتي هنا في البيت، هتجيبي 12 من 12، روحي المدرسه مستواكي جاب 8 تمام، احنا عملنا اللي علينا في البيت. أوكي. لكن انا في البيت ابقى مخليها جايبه 7 من 12 عشان انا مش بحب اذاكر لها، بعدين اعاقبها لما تجيب 3 في طب ما هو يعني منطقي يعني. أوكي. مش بتحسي انه ثقافتنا ما بتتقبلش انه يعني الاب والام بياخدوا وقت شويه عشان يتقبلوا ان ابنهم او بنتهم يعني مش متفوقين في المدرسه، عاديين يعني، مش ما هماش الاول على الفصل. دايما احنا داخلين مدرسه يعني بعدين عيال المدرسه متوقعين انا الاول على الفصل الاسبوع الجاي. وايه ده يا نهار ابيض، ده عادي ما بنتقبلهاش. بيني وبينك هي حاجه تفرح ان العيال فعلا تبقى شاطره في المدرسه يعني، عشان نبقى واقعيين. طيب. انت اكيد لما بتسمع وبتروح في الانترفيو بتاع المدرسين ده وبعدين يقول لك بصراحه سلمى جينيوس او سلمى ذكيه جدا، ما تقوليش انها انت مش هتبقى فرحان. لا ببقى فرحان، بس عايز اقول لك انه فكري عن الموضوع اتغير على مدار يعني سلمى النهارده عندها 16 سنه، اتغير على مدار 16 سنه، لانه انا كنت شخص دحيح في المدرسه جدا، وكنت متفوق جدا وجبت احسن مجموع ودخلت الجامعه اللي انا عايزها بناء على مجموعي. اوكي. بس انا فاتني حاجات كتير صراحه. والله بجد بمنتهى الامانه انا فاتني حاجات كتير. حاسس انه كان ممكن في السنين الوقت اللي اتحط في المذاكره ده، يعني مش هقول انه مش مستاهل، ولكن كان في شويه توازن وبالانس ممكن يطلعوا حاجه مختلفه. اوكي. ونفس الحاجه بقى مع البنات بعد اول سنين عايزين مذاكره، بس دلوقتي انا متقبل انه يبقى شخص عادي، بس انا مش متقبل عدم بذل المجهود. حلو جدا. انا لازم تبذلي طاقتك. حلو. واللي يجي يعني صحيت المذيع اللي عندي بقى عايز انا اللي احاورك دلوقتي. ممكن في حلقه تانية بكلم بجد نتكلم من حياتنا احنا الاثنين اتعلمنا ايه. اوكي. ونعمل ونميك شور ما حدش من اهالينا يسمع فمش شايفه ان محتاجين يبقى في ثقافه تقبل ان احنا الاطفال هيبذلوا مجهود، بس النتائج الناس مختلفه يعني. طبعا. انا بدات كلامي انه خلينا واقعيين، هي حاجه تفرح يعني. ما ينفعش انا اجي لحد دلوقتي اقول له الدراسه مش اهم حاجه. لا طبعا انا بفرح لما ابني بحس ان هو شاطر وذكي، اكيد بفرح. لكن لما ابتدينا نفهم انه الذكاء والشطاره والنجاح في الحياه مش معتمد بس، والنجاح العملي مش معتمد بس. احنا النهارده احنا الاثنين قاعدين واحنا الاثنين مهندسين بس احنا بنعمل حاجه بنحبها. صح. فانه انا اطلع انسان شاطر في حاجه بيحبها دي حاجه جميله جدا، وان انا كمان ابقى واقعي. فانا لما يجي ابني يقول لي انا بحب قوي اشتغل في شركتين موجودين بس في العالم، تمام، اللي هم بيخلقوا الكائنات اللي هي بيعالجوها، انا محتاجه هنا ابقى رياليستيك واقول له كده. طيب هل منطقي انه احنا نبقى بندرس حاجه عشان خاطر شركتين في العالم؟ ولا مش ده طموح يعني؟ طموح. بس انا كمان محتاجه ان اخليه يذاكر ويعمل اللي عليه، انه في يوم من الايام يكون عنده opportunities كتيره ويروح هو يختار opportunity دي. انا زي مثلا يقول لي انا عايزه ابقى لعيب كوره، انا عايزه ابقى زي صلاح. طب هو كان في كام واحد زي صلاح؟ في مثلا 1000. طب في ما انا مش بعترض بس انا هاجي واقول له احتماليه ان انت تكون زي صلاح احتماليه فيها فاكتورز مش بس تعتمد عليك. اوكي. فيها فاكتورز ان في شخص هيكتشفك، في نادي هيشتريك، في environment صحيه في النادي ده. فاحنا عايزين نعمل حاجتين، عايزين نهتم بالرياضه، بس كمان لو باب الرياضه ده ما اتفتحش احنا عايزين نميك شور ان احنا عندنا شغلانه. فانا مع ان عيالي خلينا نتفق انا وانت على احنا عايزينهم يكونوا امنا، يبقى عندهم تايم مانجمنت. على فكره انا جيت في وقت اللي قاعده قدامك دي كنت اقول ماليش دعوه بالمذاكره، مش هنديهم مدارس. المدرس يوم ما يتصل بيا ويقول لي بنتك مش شاطره، ابقى انا بقى اشتغل طول ما هي بتعمل اللي عليها، خلاص انا مش فارق معايا درجات عاليه. اوكي. فارق معايا تبقى امينه. لغايه ما جيت ولقيت انه بنتي راح منها حاجه مهمه جدا، وابني اللي هو بقى كونسبت المسؤوليه، كونسبت تظبيط اولوياتك. انت صحيت عملت ايه النهارده؟ ابتديت يومك بايه؟ فاحنا محتاجين المذاكره مش علشان المذاكره بس، احنا محتاجين المذاكره وسيله لتقويم الشخصيه وزرع مبادئ وقيم، وانه شخص يبقى قادر يحسب اولوياته. اوكي. فاحنا في 6 ل 12 في موضوع المذاكره ده انا محتاج استخدمها وسيله، ومحتاجه ادرك انه الناس مختلفه. يعني بالزبط. انا بحس ان هو ده يعني لو احنا تعاملنا مع الموضوع ان الناس مختلفه هنرتاح كلنا. بالظبط. طيب
هو انا قد ايه وقت بقى هبذله ناحيه الفضول؟ هو ابني وبنتي عملوا ايه في المدرسه طول النهار عشان يدعبس وراهم، اعرف احنا عملنا ايه مصايب، عملنا حاجات كويسه، عملنا حاجات وحشه، واسال امهات الاصدقاء. يعني تعرف في اطفال بالطبيعه بيحكوا وفي اطفال ما بيحكوش، فانا اروح اسال ام الطفل اللي بيحكي اللي على طول دالق كل حاجه ده، انا ادور وراهم ولا اسعى ان اعرف؟ يعني بغض النظر انا هعمل تصرف ولا لا، بس انا هسعى ان اعرف. صدقني يعني وانت بتتكلم كده انا شايفه صورتين، شايفه متزنه مسؤوله عايزه تعرف، وشايفه واحده ممكن يبقى عندها اوبسيشن رهيب بنجاح عيالها العملي وحاطه قيمتها في قيمتهم ونجاحهم هم، وشايفه واحده خلعه خالص ومش فارق معاها مستقبل عيالها. فاحنا عايزين بس نتاكد ان احنا مش النوعين الاخر اللي انا اتكلمت عنهم. انا انسانه متزنه عندي حياتي وشايفه ان دي مسؤوليتي، لكن انا مش قاعده قلقانه عليهم في امتحانهم اكتر ما هم قلقانين على نفسهم. الابهات والامهات اللي قاعدين تحت لجنه الامتحان وبيمسكين الميكروفونات وهي الام هي اللي بترجع. فلا انا محتاجه اخد بالي ان انا اكون انسان متزن. دايما اقول ما ينفعش اساعد شخص انا سايقه اسرع منه. ايه تاني كده؟ ما ينفعش اساعد شخص انا سايقه اسرع منه. يعني ان انا وانت ماشيين وانا عايزه اروح اساعدك في مشوار، انا لو سقت اسرع منك يبقى في مشكله. يبقى في اتكاليه منك عليا، ويبقى في سذاجه مني، ويبقى في سلبيه منك. المفروض ان انا بساعدك في حياتك، انت اعمل اللي عليك وانا اساعدك فيه. فالدراسه موضوع مهم جدا في علاقتي بولادي، اكتر ما هي تارجت احنا عايزين نوصل لها، هي كونسبت مهم. الدراسه بتقول حاجات كتير قوي عن طبيعه علاقتي بولادي. فاحنا اتكلمنا على القيم اللي احنا بنحاول نعملها من السن ده، ونحاول نستخدم الحاجات اللي في نص الدراسة والحاجات دي كلها كوسائل. طيب ازاي بقى هبدأ اواجه الآراء المختلفة اللي بتيجي ضد القيم بتاعتي؟ يعني على سبيل المثال مثلا مدرس او مدرسة قالوا حاجة في المدرسة، هو في الشرح في الحكاوي بالذات المدرسين بيبدأوا يحكوا حكاوي اكتر كل ما العيال كبرت شوية، 10 سنين مثلا 11 سنة، بس انا معترض على فكره في موضوع معين. انا هواجه ازاي؟ رجعت لي بنتي قالت لي ده والله ده انا المدرس بيقول كذا، انا هعمل ايه لو ضد اولا الحمد لله ان بنتك رجعت لك دي نعمه. ده معناه انه مكان ده امن ان احنا نطلع بره نقابل حاجات ونرجع نراجعها مع بعض. فده معناه ان انت غالبا عملت شغل كويس ممتاز. في السنين الاولانيه. لو بيخبوا عليا انا غالبا مش هعرف حاجه. ودي هتبقى مشكله كبيره. لكن لما يروحوا ويرجعوا لي ونقعد مع بعض نقيم ونفلتر، خلي بالك ان الولاد في المرحله دي انا قلت لك مرحله جني الثمار احنا داخلين عليها بعد ال 12. خلي بالك انه من 6 ل 12 الشجره ابتدت تطلع لفوق، انت عمال تزرع في اساس 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 اساس، هنا بقى ابتدت يبقى في ورده لبره. فانت كل ما الورده دي يبقى ليها اساس من تحت، كل لما بيجي هوا بتيجي زوبعه الشجره بتفضل واقفه في مكانها. كل ما الشجره دي تبقى خفيفه وما كانش فيه روتس ولا امان ولا استقلال ولا اي حاجه، هيجي المدرس يقول حاجه هتدلق الشجره بتاعت ابنك. حلو. فاحنا هنا بنحترم اللي احنا زرعناه وبيفوقنا واحنا زارعين ايه اساسا. هي ليه بنتي بتتشات مع ولد وبتخبي علينا وبتبعت له صورها وهي عامله كده؟ بنت عندها 10 سنين وسرقت فلوس من المحفظه الشجره اتقلبت خالص. فانا هنا ده بقى ويك اب كول، جود شاك انت زرعت ايه. العيال دي شافت فكر في فيتامين اي وبي وسي، اتكلمنا عنهم اي ثينك في الحلقه الثانيه. روح بقى راجع انت زرعت ايه الفيتامينز اللي انت حاططها، يا ترى ايه الرسائل اللي انا سايبها عن اللي هيغلط هيعمل ايه، يرجع ولا بابا بيخصم. واحده من ابشع المعاملات السايلنس تريتمنت. بص انت ممكن ما تضربش خلاص، يعني عند 10 في ناس كتيره تابت، بس اللي هو ايه بابا مش بيكلمك. فهل انا امن ان انا ارجع والعيال دي تقول لي على اخطائها وانا اقول انه في اي مره كنت كنت بعمل لها سيشن وقالت لي جمله جميله عليه، قالت لي انا علمت بنتي انه انا الجاكيت بتاعها. في اي مره هتعمل اي حاجه بره هترجع تلاقي الجاكيت ايه جاهز. انا هستر عليها، انا هساعدها، انا هصلح معاها اللي اتكسر. طيب طب ولو احنا مفيش حاجه اتكسرت بس في لخبطه في الدماغ، يعني زي ما قلت لك خلينا نرجع تاني للمثال بتاع مدرس او مدرسه قالت حاجه انا شايفها ضد مبادئ، بالذات احنا مثلا احنا هنا في دبي بيتقابلوا مع مدرسين جايين من ثقافات مختلفه. حد رمالك جمله كده وات ايفر بقى، معتقداته وافكاره هو حر يعني او هي حر، رجعت لك واحنا لا احنا ضد الكلام ده، او انا لا والله احنا والله فكرنا بيقول ان الموضوع ده غلط. احنا هنشجعها انها تواجه
ولا هنشرح ونحتفظ بآرائنا كلنا لنفسنا؟ يعني ايه التصرف الصح لمواجهه فكر جديد داخل على عيالي انا مش متفق معاه وهو ضد قيمنا كأسرة؟ انت هنا بتتكلم على مبدأ التفرد. انه احنا ما يحصلش ان احنا نمتزج مع النسيج اللي شغال دلوقتي لو كانت حاجات غلط. يبقى عندي ايدنتيتي، عندي قيمي. مش احنا قلنا ان احنا 6-12 بنحط قيم؟ انت حر ما لم تضر. هو المدرس ده ضر، هل المفروض يقول الفكر ده جوه المدرسة؟ يعني لو هو بيؤمن بالمثلية الجنسية وبيحترمها ونوه لها كده اندايركت، حلو، ده كسر مبادئ ولا ما كسرش؟ عند بعض الاطفال طبعا كسر مبادئ. حلو. ومبدأ المدرسه I don't think ان المدرسه موافقه. طب بلاش مثال يكون ضد مبدأ المدرسه. خلينا نحكي مثلا مدرس التاريخ حلو جدا وبيحكي التاريخ من وجهة نظر وله علاقه بمنطقتنا بتاريخنا. شايف والله مش الفراعنه اللي بنوا الاهرامات دول مش عارف منين. حلو جدا كده. خلينا ناخد مثال سهل يعني حلو قوي. وانا رجعت لي بتقول لي والله انا ده قال لنا انه اسمه ايه ده، ان الفلانيين هم اللي بنوا الاهرامات وان التاريخ ده احنا سارقينه. انا هواجه ازاي؟ دي معلومه عاديه ما هياش يعني بس هي فيها تنمر على الكالتشر بتاعتك ان هم سارقين احنا سارقين. فانا اي ثينك انه ده يعني شيء غير مقبول وان هو شخص غير مسؤول. وهنشرح لما يقف وهنشجعها تواجه وهقف وهروح المدرسة وهبعت ايميل لمدير المدرسة وهقول ان المدرس الفلاني قال كذا واي هوب بليز خدوا كيفن اتكلموا معاه، خد سلمى اتكلم معاها واسمع منها. واي ابريشيت جيفينج مي ا فيدباك على اللي حصل. فانا بزنق ابني سنه بس انا مسانديه. مش هروح اقول له روح انت اتكلم مع افرض المدرس مريض وهيتعامل مع الولد بطريقه مش كويسه او البنت. فهنا في ميزان. وتاني هرجع اقول المواقف دي جميله ان هي بتساعدني افكر ايه الدرس اللي من وراء الازمه دي. فاحنا هنتناقش وهنشجع اولادنا وبناتنا ان هم يعني hold their ground زي ما بيقولوا. يعني خليك لازق في قيمك اللي احنا فاهمينها وعارفينها متفقين عليها دي وناقش بأدب. وممكن لو الموضوع شويه يعني عميق ومحتاج تدخل من الاب والام اشارك يعني. صح كده. طيب الحاجه الثانيه الفلوس بقى. احنا اتكلمنا شويه على الفلوس من وجهه نظر الحاجات وانا بنقارن وبنعمل. بس هو احنا امتى نبدا نتكلم مع عيالنا في الفلوس بشكل عام؟ في انهي سن من 6-12؟ لانه 6 يمكن يكون صغير بس 12 متاخر قوي بصراحه. I think قبل 6 كمان بيبدا يفهم الفلوس وبياخد عيديه وبيروح السوبر ماركت معايا. فمحتاجين قوي نتكلم على فكره البادجت، فكره السيفنجز. I think يعني اقول من 5 سنين كده ممكن يبقى فيه فهم شويه للكونسبت. طبعا من 6-12 القيمه بتاعه الفلوس بتبقى اوضح. مهم قوي انت عارف انا بعمل مارج كونسلنج. فواحده من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيره جدا في الجواز بيلر رئيسي اللي هو الفاينانشال مانجمنت، الطريقه اللي كل واحد فيهم بيدير الفلوس. فحاجه في الاسسمنت بتقول الناس بتعمل اسسمنت عشان كل واحد فيهم يجاوب ويقول الفلوس بالنسبه له ايه. فواحده من الحاجات اللي انا محتاجه اتاكد منها الفلوس بالنسبه لولادي ايه. هل بيفكر في شغله بناء على الفلوس؟ هل بيقرر مستقبله بناء على الفلوس؟ هل بيمنع نفسه عن حاجات كتيره لذيذه من حقه ياخدها عشان الفلوس؟ فاقعد مع نفسك وقيم انا كبيرنت علمت ايه ولادي عن الفلوس. بابا بيشتغل عشان الفلوس، احنا بعيد عشان الفلوس، قطعنا مع خاله عشان الفلوس، رايحين المحكمه عشان الفلوس. فقضيه الفلوس فعلا قضيه كبيره. فلازم اتاكد ان انا اساسا بوريهم نموذج صحي للتعامل مع الفلوس. مش دايما بخيل، مش دايما مديون يعني. بالظبط. فحاجات كتيره قوي هتلاقي اعمل ايه مع ولادي. اعملها الاول مع نفسك عشان تتاكد ان انت بتعرف تديها لولادك بشكل يبني في شخصيتهم. في ناس مختلفة على فكرة ان انا اشارك وضعي المادي مع ولادي وبناتي. انا كمان محبش عند اي سن. يعني مش قصدي شارك وضعي المادي. يعني مثلا افرضي احنا مزنوقين شوية، افرضي الاب او الام اللي بيجيب الفلوس في البيت الشركة مشيته. احنا داخلين على مرحلة هتبقى صعبة. انا هعمل ايه؟ انا اشارك المعلومات دي معاهم ولا احجزها عنهم؟ طبعا انا ما احبش نخبي عن الولاد. يعني ما يبقاش هم فاهمين شايفين انت قاعد في البيت ما بتنزلش شغلك ونكذب عليهم. مهم قوي ان احنا ما نكذبش على الولاد. ماشي. لكن ما نشيلهمش همنا. يعني ما ادخلش انا لبنتي. وعلى فكره الحته دي مهمه قوي. اتمنى امهات كتيره بالذات من اللي بتسمعنا واباء كمان ما اخدش العيال دي كانهم اصحاب ليا. عشان هم جمال وبيسمعوني وعشان ما ينفعش نطلع اسرارنا بره. فامسك بقى البنت واقعد اقول لها من 10 سنين سوا بابا متخانقين
اصل احنا مش معانا غير كذا، بابا كلم خالك، يا نهار اسود. انا برون الطفوله بتاعتهم يعني. انا اصله عاجز يعني، انا ادلت اعرف، لكن شارك بانه في ازمه عندنا وباذن الله وبابا عنده بلان ايه وبلان بي. طب ايه البلان؟ دونت وري، احنا بس حابين نقول لكم ان جايز ما نقدرش نطلع الاجازه دي بالطريقه دي، بس باذن الله كل حاجه هتبقى تمام. احنا وير بلاننج، احنا ادلتس، احنا مسؤولين عن امانكم وانتوا عيشوا حياتكم. وعادي مثلا احنا نيجي نقول والله الشهر ده لا احنا مزنوقين مش هنشتري ده، عادي. طبعاً. لكن نخش في اعماق المشكله. انت مش مع الدخول في اعماق المشكله، مع ان يبقى في يعني هايلايتس كده، عناوين هايلايتس. انا مع قول، بس مع ان انت ما تبوظش طفولتهم. يعني حرام قوي لما طفل يبقى عنده 8 سنين يبقى فاهم راح المحكمه مع مامته عشان بترفع قضيه على باباه عشان مش عارفين يصرفوا. انا بقول لك قصص حقيقيه عشان باباهم ما بيصرفش عليهم. اكستريمز يعني انا بكلمك على موجوده بعدم وعي. موجوده بنت قاعده. طبعا كميه الانفصال دلوقتي رهيبه، فواحده من القضايا اللي بتبقى صعبه قوي في الانفصال الفلوس. فانا وهو قاعدين مع بعض يقولوا انت متخيله بقى هتصرفي وانت فالبنت دي سامعه ايه؟ فلوس، مشاكل، ماما معاها فلوس، خلاص انا مش عايز حاجه، خلاص يا بابا ما تشتريليش، ماما يا نهار ابيض. تو ماتش على طفل. طيب وفكره ان احنا كويسين، معنا فلوس، يعني بنشتغل، عندنا دخل، بس عندنا مستوى مادي معين، بس احنا كويسين. بس بننزل نروح المول نتفرج ونبص على السلعه دي، لا والله السلعه دي انا معايا فلوس بس دي بره امكانياتي. انا هبدا اتعامل مع، هو لسه الطفل مش فاهم انه في شنطه باكس وفي شنطه هي برضه بتشتغل شنطه بس ب20 اكس، بس انا مش هشتري 20 اكس دي عشان هي بره امكانياتي. انا اتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ واحنا دي جميله قوي. كل حاجه بالاتفاق. قبل ما تنزل من البيت اتفق مع عيالك هي ايه البادجت. احنا معانا كذا وهنشتري بكذا، احنا هنصرف السنه دي كذا، كل واحد هيبقى معاه مصروف كذا. حاجه جميله جدا انه قبل ما اتعرض للحاجه اكون مستعد ليها. طب انا ليه ما بشتريش العربيه؟ ما انت راكب عربيه، ليه ما بتشتريش العربيه الفيراري؟ والله اصل العربيه الفيراري غاليه، وانت ليه ما بتشتريها؟ يعني ازاي نشرح نظريه انه كل حاجه نسبيه في الدنيا؟ يعني فاهم احنا عايشين كويس، بس مش معنى كده ان احنا نقدر نتحمل تكلفه اي حاجه في الدنيا. يعني ما احنا ناس طبيعيين بتشتغل شغلانات طبيعيه. اقول دي غاليه، دي بره امكانياتي، ولا اقول ايه الصح اللي ما يجرحش فكره الطموح، ما يجيبش الاحباط؟ ما ممكن يكون زميله في المدرسه معاه بابا بيشوف ابوه راكب العربيه الفلانيه اللي شكلها حلو. انا سامعاك كاني عايزه اخد الحديث ده واتكلم فيه اكتر مع اللي بيسال السؤال، يعني الولد او البنت. فاقول له طيب انت ليه حبيبي نفسك ان انا اركب الفراري؟ احنا ساعات كتير قوي بنفكر هرد اقول ايه. تعرف انه اعظم المدرسين مش اللي جاوبوا على اسئله، اعظم الفلاسفه اللي سالوا السؤال الصح للي بيسال. فانت بتسال السؤال ده انت ليه عايزني اركب العربيه الغاليه دي؟ بالظبط. فن السؤال اهم من الاجابه. ده مش هروب، لا ده بنعيد الشخص الحكيم يسال السؤال الصح. فاحنا انت بتسال السؤال ده ليه؟ حاجه مهمه جدا، هجاوبك بس اساليني الاول حبيبتي ليه بتسالي السؤال ده. وانا عايز اوصل ايه رساله؟ عايزه افهم الانسان ده بيفكر ازاي. انه اصل بابا ياسمين قالت لي ان باباها جاب الفراري. طيب وانتي حاسه بايه؟ بصراحه هي بقى يعني حاسه بنفسها قوي قعدت تقول لكل الكلاس بص دخلنا في ايه دلوقتي؟ اتنشن. اتنشن. طب وانتي حاسه ان انتي اقل منها عشان الفراري، صح؟ طيب انت رايك ايه في انه القيمه بتاعت البني ادم بايه بالظبط؟ يعني انت بتقيمي الناس على اساس ايه؟ يعني انت دلوقتي افترضتي ان باباها كويس قوي، صح؟ عشان هو عنده فراري. لا يا بابا، انا عارفه مثلا انت احسن اب في الدنيا، ماشي. طب امال الغنى؟ طب ايه رايك انه في ناس اغنياء كتير؟ وانا بقى هنا اكون انا انسان اساسا عنده ايه؟ عنده فلسفه في الحياه انه الغنى لا يعني السعاده. مايكل جاكسون كان عايش في قصر، بصي القصر بتاعه فلوس، عربيات، وعلى فكره من ضمن القضايا اللي كانت عليه ان هو متحرش بالاطفال. مش دايما الغنى
بيعني السعاده. بس مش بحب او يعني تكريس فكره انه الغني دايما وحش يعني. لا مش دايما وحش، بس يعني مش مكتفي. انا مش بقول وحش على فكره. لا ممكن يكون لا الغنى لوحده مش كفايه. بس قصدي انه الافتراض دايما انه ما هو انا بوصل لها يعني خالص. لا بالعكس. لا انا بقول ان في قصص لناس امتلكت وكانت فاضيه اوكي. بس فانه الغنى لوحده مش هو. انا لان احنا فكره السراب بتاع ان انت دايما شايف ميه قدامك وبتجري لها وما بتلاقيهاش. انا برضو عايزه اعلمه ان الطموح فيه رضا. فاللي احنا مبسوطين بالعربيه اللي عندنا بس نحب نكبرها. طب ليه عايزين نكبرها؟ عشان نشو اوف بيها. انا بصراحه مش دي الحاجات اللي بحس ان انا انسان جامد قوي. حلوه وشكلها جميل بس مش ذوقي. انا مثلا كنت لسه قريب ولا انا مش بفهم قوي في العربيات، فبقول لجورج واحنا سايقين، انتوا عارفين دبي مليانه عربيات رهيبه، فبقول له انا مش فاهمه ازاي الناس بتدفع عربيات فلوس في عربيات واطيه قوي كده. انا بالنسبه لي العربيه الواطيه قوي دي اللي يعني غالبا اعلى من عربياتنا بمراحل. انا بالنسبه لي مش ذوقي. ففي حاجات ممكن اقول مش معنى انها غاليه انها تبقى حلوه. مش معنى انها تبقى غاليه انها تناسبني. انت بتحسي انه في السن ده الكلام ده عميق عليهم، ولا انا اتكلم الكلام ده وهو هيلتصق بالمخ شويه؟ عشان كده بقول لك اسال ما توعص. قدره الطفل على فكره على التركيز زي دلوقتي كده. احنا شطارتنا ان احنا كل شويه نعمل ايه، ندي مثل، نسال حاجه، نضحك، نتكلم جد. لكن لو انا قاعده اعزائي الطلبه احنا بنقول لكم، الطفل بيفصل يعني بيبقى حاسس يا بابا انت عايز تقول ايه. لكن يحب قوي اساله، اقول له انت رايك ايه، طب انت شايف ايه، طب انت بتحب ايه، طب الرضا بقى اخباره ايه، طب الجراتيتيود اخباره ايه. اوكي طيب في مرحله مهمه بالذات ان احنا بدانا اولادي والبنات يخرجوا بره التحرش. احنا قبل ما نبدا نطلقهم الى العالم ده مبدئيا التحرش موجود يعني. انا مش بحس ان احنا في اي استفاده من انكار الواقع يعني. صح. التحرش موجود. صح. يعني ما اعرفش الاحصائيات بتقول ايه، محتاجين نذاكرها شويه. التحرش بالبنات اكتر من الولاد، والتحرش بياخد اشكال. تمام كده. قبل ما نبدا نتكلم عن الاشكال واحنا هنواجه ازاي، انا ممكن اعمل ايه قبل ما اطلع الولاد يقضوا اوقات طويله بره البيت زي المدرسه بقى، وبعد كده اللعب والتمارين وكل الحاجات دي؟ انا ايه الاساس اللي ممكن احطه؟ الرساله دي بتبدا من بدري قوي يعني من واحنا 3-4 سنين ناخدهم بقى كده ونعلمهم بقى الاغاني بتاعه راس ورجل وايد، وان ده جسمنا، وان دي حاجتي، وان لو حد جه لمسك هتعمل ايه. طبعا حد جه لمسك هتعمل ايه، هتقول له ستوب، ونروح نجيب ايدين زي الجلافز كده ونحطها في عصايه ونقول دي الايد الوحشه. شوف الايد الوحشه دي، اول ما تعمل كده هتعمل ايه، هنصرخ ونقول ستوب ابعد. لازم اعلم العيال من هم صغيرين طبعا يصرخ ويقول. انا ساعات كتير اجي اتخيل انا لو حد اذاني هعمل ايه، بحس ان انا بتخرس. ما اعرفش كم حد بيحلم الحلم ده. ان انت في موقف صعب قوي صوتك مش طالع. حلو. انا محتاجه اعلم عيالي صوتهم يطلع ويصرخ ويقول دي لمسه وحشه ودي طريقه وحشه، مش هخلي اي حد يقرب مني. في عين وحشه وفي عين حلوه. التحرش بالعين هو كمان صح. انا فاكره رحت كامب في امريكا في 2004. كنت انا لسه طالبه في اخر سنه في الجامعه، فقالوا لي دي حقوقك، ما ينفعش حد يبص لك بالطريقه دي، يلمسك بالطريقه دي، اي حاجه من الحاجات دي بتعتبر سيكشوال ابيوز. اوكي. هو ما فيش. اول ما وصلت لقيت واحد كل ما يشوفني عينيه فيها اللي هو الستايل الشاب اللي بيعاكس في الشارع كده. وينادي ابتديت احس ان انا مش في امان. رحت قلت لهم تاني يوم ما كانش في الكامب، مشوه. اكيد مش انا بس، وكذا حد قال انه نظر حقوقي ايه. طيب بس انتي قلتي نقطه مهمه، انتي رحتي كنتي واعيه. بس انا ليه كنت واعيه؟ لسه كنت بقول لك عشان عارفه حقوقي. اوكي. انت عارف حقوقك. بنغرز الحقوق من زمان. طب هل نتوقع ان الاطفال تحكي في سن مثلا 6 و7 و8، ولا يمكن لسه ما يعرفوا يحكوا؟ لا طبعا يعرفوا جدا. يحكوا. لو هم عارفين انه لو احنا زارعين الفكره من الاول انه في حاجات غلط، انه المفروض التصرف الغلط هيلفت انتباههم فييجوا يحكوا. بس برضو خلي بالك احنا ما لحقناش نتكلم لسه على قد ايه السوشيال ميديا والحاجات اللي بيتفرجوا عليها. بلاش اقول سوشيال ميديا، عامه الكرتون، الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، تيك توك والكلام ده كله، هي عماله برضو تغرز حاجات. اوكي. البوسه، الفرنش كاس ازاي حلوه. طفله وهي عندها 8 سنين دلوقتي عايزه تجرب الحاجات دي كلها. اوكي. فاحنا لازم نمونيتور هما بيتفرجوا على ايه وبيتعلموا ايه، لحسن يكونوا هما اللي حابين التحرش. فاحنا طيب انا هعمل ايه بقى انجي بعد ما زرعت والحاجات دي في الاول، هواءها لما يطلعوا ويبداوا يواجهوا الموضوع ده؟ الموضوع ليه علاقه كبيره قوي. خلي بالك انا قلت حته انا عارفه انها نحس كده انها مش هي دي القضيه بتاعه التحرش، بس احنا ساعات احنا
عيالنا بيرخصوا جسمهم وهم اللي بيسمحوا بده. اوكي. بيقللوا حدودهم. أوكي. فانا مش بس هعلمهم، بس جواهم للحب. زي ما قلت لك البنت هي اللي بتاخد ايد المدرس وتحطه على وشها في الحلقه اللي فاتت. عشان نوضح الناس الاطفال بيعملوا كده من غير فهم يعني. من غير فهم. يعني بس انا هاجي عند 9-10 سنين وهبقى عايزه بوي فريند. اوكي. وهبقى عايزه يلمسني وهبقى عايزه يمسك ايدي انا بس. فانا دعوه للتحرش فاهمني. هو ده التحرش، لازم يكون انت مش عايز. بس انا بقول لك خلي بالك انه في ناس بتبقى عايزه فهي بتساعد على ده. اوكي. هنسيبنا من دول ونقول دول نخلي بالنا منهم ونعلمهم جسمنا ملكنا. وحته مهمه قوي جدا القيم والمعتقدات بتاعتك من المبادئ بتاعتك. يعني هو ربنا قال ايه بقى الموضوع ده ان احنا جسمنا بتاعنا. فانا هنا بكلم الناس اللي عيالها حبه ده. اوكي. طيب اللي مش حابب هنعلمه يصرخ ويطلب حقه، يقف ويقول لا، يتضايق من اللمسه، اعلمه يتدرب. اقول طب وانت لما بتيجي حد ويخبطك بالطريقه دي، تحرش مش بس راجل لست، ممكن يكون من راجل لراجل ان هو بيلمسه بطريقه مش ظريفه. دلوقتي كمان عيال بقوا بيتعرضوا لحاجات غيرنا خالص. اوكي. فانا انه انا ليا قيمه وان من حقي استاند اب لنفسي، ده قوانين الحاجات اللي ليها ديجنيتي، ليها كرامه. أوكي. يعني انت لما بتنزل بلد بيقول لك مش من حقك ومن حقك. لما بتنزل بلد رخيصه ما بيقولكش اعمل حاجه، تعالى وزورنا في اي وقت تمام. فانا عايزه اعلم عيالي ان انت كل ما يبقى ليك قيمه كل ما تبقى بتعرف تستوب المسيء. ومحتاجه اتكلم ان المتحرش ده انسان مريض. اوكي. فانا لازم اعرف كل الحاجات دي. ولازم هو خبر مش ظريف بس احنا اغلب المتحرشين من جوه العيله مش من بره العيله. اوكي. يعني اغلب الناس اللي سجلت حالات اغتصاب تحرش السنين الصغيره دي يعني تقصد؟ لا لغايه 10 سنين 11 سنه. هي من الخال وهي من الجد ومن العم ومن الخاله ومن الصاحب صديق العيله اللي قاعد معانا طول الوقت مثلا. من الخال والعم. انا اغلب الكلاينتس اللي عندي بيحكوا عن ناس من العيله عليه، ما بيحكوش على ناس من الشارع للاسف. اوكي. طيب حصل تحرش، جت البنت او الولد حكى لي عن ايفنت، انا ايه الحاجه اللي لا يمكن ما اعملهاش ولازم اعمل بدلها؟ لا يمكن الومه. اوكي. هو طفل في الاخر كان داخل يجيب حاجه من اوضه خاله. اوكي. طالعه تجيب حاجه من عند جده، نازله تجيب حاجه من الشارع. اوكي. انا بعد ما قلت لها انزلي هاتلنا ده من المحل ولا بالدكانه اللي تحت، وهي طالعه تقول لي ماما في واحد، اقول لها وما جريتيش ليه؟ اوكي. وما صرختيش ليه؟ يا سلام. أوكي. يعني عادي كده، عادي الواحد لما حد بيتحرش بيه بيقوم جاي في ساعتها عارف يتصرف. فاكيد زي ما انت بتقول مش هلوم، حلو، وهعمل هحتضن. أوكي. وهقول ان دي مش مشكلتك ودي مش غلطتك، وده بيقول ان الشخص ده هو اللي عنده مشكله. اوكي. وانه احنا الوقت اللي جاي عايزين كل ما تبقي عايزه تتكلمي في الموضوع ده تعالي اتكلمي، طلعي ورقه وقلم، هنروح نعمل محضر، هنروح نبلغ، ناخد اكشن. طبعا لازم. طبعا. تمام. في قصه صاحبتها قالت لي اتس اوكي ان انا احكيها بتفاصيلها، انه في بنت اتعرضت لتحرش، واحد على السلالم، كتير قوي بيحصل الموضوع ده على السلالم. هي ما كانتش فاهمه هو عمل ايه، هي شايفه واحد قلع، عمل بطريقه معينه، قلعها، حاجات كلها مقرفه. هي مش فاهمه ده ايه، هي كل اللي فهمته انه هو عمل بيبي. اوكي. هي ما فهمتش اي حاجه. اوكي. راحت لمامتها، حبيبتي هي 7-8 سنين مش فاهمه حاجه، تلاقي ماما عمو عمل كذا، وقفني في السلالم وعمل بيبي. الام طبعا اتفزعت وفهمت، قلت لها اوعي تقولي لباباكي، ابوكي هيموت فيها لو عرف حاجه زي كده. عمل ايه بالظبط؟ قالت لها عمل كذا كذا، عمل بيبي عليا. البنت بتحكي لي من وهي 8 سنين لغايه اللحظه اللي كانت قاعده بتطلب مساعدتي فيها، تقولي ساعتها ماما كانت تقوم تمشي في الصاله، انا ما بقتش فاهمه، ماما بيجيلهاش نوم، رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، وانا ما بقتش فاهمه ايه ده اللي حصل، ده واضح انها حاجه مهمه جدا، خطر جدا. وقالت لي ماما ما قالتليش ايه اللي حصل، وانا لما كبرت ابتديت افهم، وانا مش عارفه انا فيرجن ولا لا، وبابا ما عرفش حاجه. تخيل البنت دي مامتها كانت بتشتغل ايه، اللي عاشت سنين حياتها مش عارفه هي فيرجن ولا مش فيرجن بسبب الحادثه دي. مامتها كانت بتشتغل ايه؟ دكتوره. اوكي. دكتوره نساء. دكتوره نساء. اوكي. وما فكرتش في اي وقت تطمنها على نفسها اللي حصل ده ايه. اوكي. فالاحتواء ومعرفه ان اللي حصل ده غلط. ساعات كتير واحده تيجي تقول لي انا قلت لماما، وتاني يوم نزلتني برضو اجيب حاجه. واحده بتحكي لي تقول لي
حصل نفس الحادثه دي مع واحده تانية في العماره، ووقفوا وطلع ابوها صرخ بعلو صوته كده في العماره بين الحيوان اوكي. فبتقولي ليها قيمه البنت دي، لا ينفع خد حق عيالك، تحطش راسك في التراب، اقف قدام الخال والعم. النهارده لو انت سمعت في على فكره ناس النهارده بيبقى بعد ما عندها 30 40 سنه بتروح تقول لماما على فكره ماما خالك كان بيتحرش بيه. اوكي. خالها يبقى عايش ولسه بيتجمع، لا روحي كلمي خالك وقول له يا متحرش بنتي كبرت وقالت لي يا مريض. على اقول لك انا يعني تجربه كأب البنتين، انا في شويه حاجات كده بحس ان هي نفعت، مش هقول لك انها مشيت بالتخطيط، يعني هي نفعت مع الوقت. انا فهمت مع الوقت ان الحاجات المشتركه دي ساعدت في الموضوع ده. نمرة 1، انا مش بحب تربيه البنات. انا ليه بتكلم عن البنات؟ انا عارف التحرش بيحصل للولاد والبنات، ولكن بكلمك عن تجربتي يعني. ما بحبش تربيه البنات على انهم برنسسات. انا بتنرفز جدا. احنا بنربي بنات على انهم رؤساء جمهوريات. انا بحس ان اصل البرنسس دي قاعده مستنيه واحد يجي ياخدها ويعمل لها ويسوي لها، ولكن رئيسه الجمهوريه بغض النظر يعني عن مدى تحقق الموضوع ده هتقوم تقود وتعمل وتليد وتنفذ. حلوه قوي. نمرة 2، موضوع الرياضه. انا بحس ان الرياضه بتقوي القلب يعني اكتر، سيبك منها بتقوي جسمانيا، بتقوي القلب، بتخلي البنت او الولد لما عنده طاقه كده، عارفه عنده شويه ثقه في نفسه، ربما تنفعها في موقف زي ده، ان هي تصرخ، تجري، تضرب، تلطش، تكسر، تعمل اي حاجه، اي رد فعل عنيف يوقف على الاقل جزء طبعا من الهول المشكله اللي هيحصل. نمرة 3، ان انت ما تعلميش بناتك الرجاء. انا بحس انه التوسل ده شيء مهين. يعني بنتك او بتجري وراك عايزك تعمل لها حاجه حلوه، في فرق انها بتزن عليك كل شويه بتفكرك انا عايز اشتري اللعبه دي، عايز اشتري اللابتوب ده، وفي فرق ان انت مضطره تقعد تتوسل اليك وبتعيط بالدموع وان انت توافق في الاخر. فانت كنت معترض وبعدين رجعت وافقت لما حصل التوسل ده. التذلل ده انا اللي هتتعود انها ما تتوسلش وما تنزلش لابوها عمرها ما تتوسل لحد يعني. عاجبني قوي النقطه دي. واخر حاجه بقى ان انت كنت بتقولي عندك انت موجود في حياتها 10 15 20 سنه، انت توري بقى الجود اكزامبل، عامل مامتها، اختها، حماتك، حماتها، خالتك، عاملهم بطريقه كويسه، وريها المثال الجيد عامل ازاي، بس ما توريهاش المثال الجيد بس قدامها. لكن لما يكون في حد، ما تتكلمش عن مديرتك مثلا في الشغل ان هي ست بقى مش عارف عامله ايه ودي مقرفه عشان ست. فبحس ان هو ده الكومبينيشن المفيد يعني جميل. اللي بينفع الناس. سوري ممكن اقول حاجه؟ وراقب بقى انت بتدخل مين في بيتك. طبعا يعني ابن خالك اللي انت بتعامله كانه اخوك وبيت في البيت، يعني احنا برضو ساعات بنعمل حاجات كده. هو احنا اصلنا مش فاهمين ان المتحرش ده جميل هو انسان جميل على فكره ومصلي وبيدعي وقريب من ربنا وانا عارفه في ناس دلوقتي بتسمع تقول لا ما تقوليش كده. لا على فكره هو في متحرشين كانوا شيوخ وكهنه عادي، يعني خدام، ناس فاضله جدا. انا بحكي لك قصص حقيقيه. من غير في الاخبار مليانه عن الناس في كل الطبقات الاجتماعيه وفي كل الحاجات. بس اقول لك حاجه كمان وانت بتتكلم، انا عجبني قوي قوي قوي، بل ما تربيهمش، خليني اقول بس ان هم برنسسز. يعني حلوه قوي الحته دي، بس خلي بالك انه برضو في التربيه بتاعت ان هي زيها زي الولد، تربت نفس تربيه الولد، بتضيع حاجه في الاستراكشر بتاعت الجواز في بعض البيوت. لا هي مش زيها زي الولد، بس هي مش ديبندنت، يعني ما تطلعيش بنت ديبندنت. بس الذكاء في التعامل مع الحته دي بقى هي هتعلمها من امها. ازاي امي قويه بس ازاي بتحترم بابا. ازاي امي قويه بس بتخلي بابا دايما القرارات المصيريه بتحترمه فيها. فعايزه برضو حلوه قوي الحته اللي انت قلتها، انه البالانس ما بين ان انا بطلع انسانه قويه وما بين ان انا انوثتها انا بقومها وبشجعها عليها طبعا، وبفاليديت وبقول ان هي حاجه حلوه قوي. احنا كده وصلنا لحد 12 سنه. اتكلمنا على بدأنا ان احنا عايزين نربي الاوبجكتيف الرئيسي من التربيه والحب. ايوه. عملنا امان في ثقه في ان احنا نعلمهم اختيارات جيده. صح. وبعدين بدأنا بقى نزرع القيم عشان الحصاد جاي بعدين، جاي بعد ال 12 سنه. وقلنا ان السنين اللي جايه هي السنين اللي فيها يعني المشاكل هتبقى اكبر، اكثر عمقا، ولكن لو احنا زارعين كويس هنقدر نتعامل معاها. هايل. ايه اللي نسيب الناس بايه
في نهايه الفيديو ده عن ال 12 سنه دول. مش عايز تقول للناس اللي بوظت المرحله دي تعمل ايه؟ اللي انت دايما حاسس بيهم دول. تعالي نسيبهم دي لو انت ما لحقتش نفكرك. دايما هنرجع نقول ارجع اعتذر، انا كنت بربي في الوقت ده غلط، انا ما وقفتش جنبك في الموقف ده، انا ما علمتكش تحمي نفسك، انا ما بوستيكيش كتير ودلعتك، انا ما اديتكمش اولويه، انا كنت بهزقك قدام الناس، انا طلعت اسرارك. ارجع واعتذر عن اللي انت عملته، ابدا صفحه جديده. بس ما تبداش صفحه جديده عشان انت سمعت بودكاست. اوكي. ابدا صفحه جديده عشان انت بقالك شويه بتتغير، وخليهم يشوفوا تغييرك. ما اروح دايما اقول تتكلمش على تغييرك. اوكي. خلي تغييرك يتكلم عنك. اوكي. يعني مش عايزين بس ايه نبستر العيال. اوكي. زي ما ناس كتيره قوي خانت ناس وبعدين انا اتغيرت خلاص على فكره بعد ما شفتك انت قد ايه متألم. مفيش شهر بتلاقي نفسك. انا حتى ابقى شايفه الشخص ده هو بيبكي مش مصدق ان انا هوجعها كده، اقول له شهرين وهتوجعها تاني. لان مفيش حاجه اتغيرت. ايه هو التوبه؟ يعني ايه توبه؟ يعني تغيير اتجاه. اوكي. يعني انا كنت بمشي كده، انا هلف وامشي كده، فاللفه دي محتاجه ايه؟ ديسيبلين ووعي وشغل وقرايه وبتاع. فانت لو ناوي تغير علاقتك بالولاد انت محتاج مجهود، مش مجرد ان انت سمعت ان الضرب غلط. أوكي. محتاج تلاقي طريقه تربي بيها عشان خاطر ما تعملش الغلط ده. تمام. الناس اللي بتسمعنا دايما في امل. هرجع واقول برافو عليك ان انت قاعد وبتسمعنا، وان انت عايز تكون فيرجن احسن من مدي وقت تسمع في الفيلد ده بتاع التربيه. فده معناه ان انت انسان امين. شجع ناس تانية بالوعي وبالمعرفه وخليك مختلف وسط الناس اللي انت عايش وسطيهم. انشر وعيك، ما تتكسفش. قول ازاي ان انت بتربي بالطريقه صح. فخليك نور للناس اللي حواليك يبقوا انسبايرد انه في ناس زي كده كويسه. طريق صعب بس ريوردنج. عايزه اقول تاني وافكر الناس ان ده احسن ميراث انت ممكن تسيبه في الدنيا ليك، انه انا كبرت ناس سويه بتعمل جود تشويسز، نافعين في المجتمع، حنينين، فيرم، حنينين عليا، طموحين، بيابريشيت، طموحين، ناجحين، مؤثرين. هو ده دورنا. هي دي الديستنيشن. يور ديستنيشن هي اللي بتحدد الدايركشن. فانا طول ما انا طول الوقت شايف انا عايزه اطلع ناس اسويه، هدفع الثمن وهمشي في الاتجاه الصح عشان خاطر اوصل لها. ميرسي جدا يا انجي، وان شاء الله نكمل مع بعض الفيديوهات الجايه باذن الله. سلام.